السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. النهاردة هنتكلم عن حاجة في السخان بتحصل وتبقى خطر جدا، اللي هي السخان بيهب جامد عند تشغيله. يعني إيه؟ بيقعد فترة كده وتلاقيه لما يفتح الشعلة يهب جامد، وده الناس بتسكت عليه، وده غلط جدا. علشان هوريكم إيه العيب ده وإزاي تحله بأبسط الحلول. عندنا السخان عبارة عن إيه؟ عبارة عن حساسات، واحد للشعلة اللي هو بيدي الشعلة، وواحد بيخلي ان الشعلة ايه اما تقفل الحنفية تطفي دول. وفي سخانات فيها تلاتة، اتنين للشعلة وواحد ايه حساس. طيب ايه اللي بيحصل اما السخان يهب كده؟ اللي بيحصل انت لما تفتح الحنفية بيفضل السخان يتكتك ولكن ما يلقطش الشعلة، فيفضل الغاز يتسرب لغاية اما يعبي في السخان، والشعلة تفتح متأخر او يتكتك متأخر، فده بيبقى فيه خطر ان هو بيهب اول ايه ما تفتحه في اول ايه شعلة. طب السبب بتاعه ايه؟ ان الحساس ده او بتاع الشعلة ده بيبقى بعيد عن النار، يعني الغاز بيطلع ولكن هو مش ملمس، كأنك ايه ما بتولع كبريت من بعيد، فمش ايه مش جنب العين بالظبط، فبيملى غاز ومفيش شيرز عشان يفتح شعلة. طيب الحل بتاعها ايه؟ ان احنا بنيجي عند اللي هي الشمعة بتاعت الشعلة دي، بتبقى بعدت شوية، احنا هنقربها بفك المسمار بتاع الشمعة دي واقربه لتحت شوية، بحيث ان هو يلامس في فتحة الدخول او خروج الغاز، علشان يفتح معايا بسرعة وما يعبيش ايه السخان غاز. زي ما انتم شايفين كده اللي امامكم دي، ادي الشمعتين دول بقربهم، بفك المسمار اللي في النص دي، او حسب فكرة كل سخان، وبتقربها شوية او تنزلها، فهتلاقي السخان اتعالج من ان هو يهب او يفتح ايه يعني بصوت جامد كده. شايفين كده الشعلة او الشرارة كده مظبوطة، ان هي ايه فتحت معايا على طول. مجرد ما بفتح ايه الحنفية ما بتديش ايه او ما بتتأخرش او تضرب فوق او تبقى بعيدة. فده كان العلاج بتاع ان انت تهب السخان، اهو بنفك المسمار وقربها، بس هي بتبقى بعيدة او بيكون اتاكلت شوية، فبتدي شيرز بعيد، فهو ده اللي بيخلي السخان ايه يهب معانا. يا رب نكون افدناكم، واي سؤال اسالوني في التعليقات، واي مشاكل في سخان الغاز انا معاكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.